معاكم السويقي يرحب بكم في رحلة جديدة بنبدأها من التجمع الخامس، بس احنا رايحين ان شاء الله يعني النهارده العين السخنة مع تويوتا عشان نشوف عربية جديدة، يعني تجربة جديدة ليهم في شريحة الكروس اوفر اللي هو الصغنون الاقتصادي اللي المفروض يبقى حنين، فربنا يسهل. المهم وصلت بدري انا ومكان التجمع هنا عند ووتر واي، فنفسي بقى بتهفني على قهوة. في الأول كان ستاربكس قدامي، لا قلت ما يصحش، كملت قدام شوية لقيت حاجة مش مقاطعة، بس خايف برضو عشان القولون العصبي بيتعصب بسرعة وتبقى ليلة سودة بقى لو تعصب علينا واحنا مسافرين. عملنا تشيكن اهو بقى، هنا في ريزورت اسمه جاز ليتل فينس، لسه بقى ايه هنخش الأوضة نشوف بقى ايه النظام. أهم حاجة كابينيه تمام. دولاب كبير، اهم حاجه الدولاب برضه ده بلاستيك، ده مش ازاز. السيمبل منه كويس. بصوا يا جماعه العلامه اليابانيه، والله ما قصروا، يعني ايه كل ده يا جماعه؟ كتير والله، تعبتوا نفسكم وشمع وبتاع. ده ايه ده؟ جراب النضارة ده ولا ايه؟ بص ده لمحبين العلامة اليابانية. ده ستيكر انا عارفه ده، بس لما يعني ربنا يكرم بقى ونجيب سوبرا ولا حاجة. اهم حاجة بقى دي قالك هتلبسوا التيشيرتة دي ونحضر بيها بقى ايه الايفنت. المهم احنا ما شفناش الفيو بقى بيقول ايه، فول وبتاع. الحمد لله التيشيرت مقاسه طلع مظبوط، كنت قلقان منها الحقيقه، بس تمام الحمد لله. مش عارف بس الاسود ده ايه نظامه مع الشمس، لان عارف الاسود بيمتص اشعه الشمس جامد، بس يعني الحمد لله ان الجو بدا ايه يظبط اليومين دول. حاسس ان يعني مندوب مبيعات شويه، بس تمام ان شاء الله، يمكن يبقى فيه كوميشن ولا حاجه. المهم مكتوب عليها من ورا ايربن كروزر، فهنروح نشوف بقى موضوع الايربن كروزر ده. سعيد انكم معانا النهارده، تكونوا معانا في لحظه مهمه ومميزه بالنسبه لمجموعه شركات تويوتا ايجيبت. تويوتا ايجيبت موجوده في السوق زي ما انتم عارفين بقالنا اكثر من 45 سنه، واحنا طبعا فخورين بكده. طيب اللحظه الحاسمه بقى، الحاجه اللي احنا جايين عشانها اصلا، العربيه، السياره، الاوتوموبيل. طيب احنا دلوقتي بقى بنجرب الاربن كروزر، هنطلع ناخد لفة سريعة كده في طرق العين السخنة.
ومعانا مستر احمد ابو فتوح أهلاً وسهلاً من يا أستاذ تويوتا أحمد. بنفسه. نورتنا. حبيبي والله. ربنا يخليك. مظبطين الكورس بتاعنا. الدركسيون نقدر ان احنا نتحكم فيه برضه تلسكوبنج، ننزله ونطلعه علينا زي ما احنا تمام. عايزين. انا ممكن يعني اطلعه لبره شويه. الانسب لحضرتك. كده لذيذ. هنطلع من هنا. بعد اذنك يا استاذ ياسر. نطلع كده. هنطلع من البوابه هنا. اكزت. على طول. هي الاربن كروزر جايه مصر ب 1500. 1500 موتور 4 صاحب طبيعي بالظبط، عادي تنفس خالص. طبيعي. هورس باور 103. تمام. عزم 138 بالظبط عند 4400 لفه. تمام. هي بتوفر منها فئتين بينزلوا عندنا في مصر. واحدة 1,390 والتانية 1,490. تمام. ايه رايك في السحب من البدايه يعني بالنسبه ل 103 حصان؟ والله بالنسبة يعني بالنسبة للموتور 1500 عادي، مش مفيهوش تربو ولا حاجة. كان في تخوف في البدايه ان احنا ما هو كله تساؤلات مع مستر مصطفى ان هو هيبقى كله قلقان ان العربية ما يبقاش فيها باور كافي. على ما اعتقد بص هو انا كده في مطلع يعتبر مش طريق عادي. انا اللي متخيله ان اللي هيشتري العربية دي اساسا مش هيبقى همه قوي بيرفورمانس وجري وبتاع، وعايز حاجة ياباني عالية عن الارض وعملية ومفيش منها قلق في قصة الأعطال والكلام ده. وده اللي كان محتاجه السوق المصري من تويوتا بالظبط. وفي الفئة دي مفيش حاجات كتير تقدم الباكج دي يعني. هنفضل مكملين زي ما احنا. بس هو هنا في مطبات كتير صح؟ يعني بلاش ندوس قوي يعني. بالظبط. الجزء ده ما فيش كله مطبات. اكيد؟ خلينا بس نفضل ماشيين زي ما احنا، ده بس اللي جامد شويه. حابب تضرب البريك برضو. خلينا نوصل ل 60 كده هي السيفتي اللي في العربية ABS و EBD ستاندرد الفئتين بتوعنا. ABS EBD فيها هيل ستارت اسيست. عندنا فيها VSC اللي هو التوازن الالكتروني. الفئتين الباكج بتاعها 6 ايرباج. 6 ايرباج بالظبط. باسنجر والدرايفر والكابتن والسايد. هندخل بعد كده شمال. تمام. هو ايه بقى اهم الفروق بين الفئتين؟ سقف البانوراما، الازاز الفاميه، وصلات الشاحن في الكنبه الخلفيه، مساحه الخلفيه، الدركسيون بيكون ماكسي بالجلد. في مخرج 12 فولت. هندخل كده لف الصينيه شمال. بالظبط. مخرج 12 فولت في الشمال. هاندلنج مش وحش برضه بالنسبه للحجم. 21 سم كمان جراوند كليرنس ممتاز. هو الجنط اللي هنا 17. جنط 17 الفئتين. جنط 17 بالظبط. بس الفئه الاولى بيبقى جاي اسود برضه. الاثنين زي بعض بالظبط. واللون اللي هو التو تون ده متاح في الفئتين ولا في الفئه الهاي لاين بس؟ بالظبط الهاي لاين بس. تمام. النهارده حر شويه. النهارده هنا العين السخنه ملهلبه. الشمس حاميه شد حيلها قوي يعني.
العربية كمان اعتقد العفشة يعني تيوند ان هي ناحية الراحة اكتر شوية. يعني انا باخد المطبات دي كلها مش مكسرة كمان. اول ما طلعنا كتير ما كناش حاسين بيها خالص. بس يعني عشان الواحد ياخد عزم يعني اللي هو عايزه تحتاج تضغط شوية يعني فوق ال 3000 و 4000 وخلينا متفقين برضه ان مش ده المود بتاع السواقه الطبيعي اللي احنا بنبقى ماشيين بيه رايحين الشغل جايين من الشغل رايحين مشوار. فلو المود السواقه الطبيعي طبعا هيبقى مور بيرفكت. انا اعتقد اكبر منافس للعربيه دي الميتسوبيشي اوتلاندر سبورت. بس انا اللي خليني اركب العربيه دي وما اركبش ميتسوبيشي الفتيس، لان الفتيس من ميتسوبيشي سي في تي، وانا عن نفسي ما بطيقش السي في تي. من هنا بالظبط. افتحوا لنا بقى يا جماعه. في كاميرا كمان. الكاميرا دي موجوده في سنسور بارك كمان في الفئتين، الكاميرا والسنسور بارك. ورا بس ولا ورا بس؟ بالظبط. والفئتين فيهم الكاميرا دي؟ فيهم ابل كار بلاي وفيهم كاميرا وفيهم سنسور بارك خلفي. جميل والله. والله العربيه الاوبشنز اللي فيها لطيفه. عندنا تكييف اوتوماتيك، عندنا باركينج سنسور، التحكم في الاي اس بي. بس مش ديوال زوم صح؟ لا مش ديوال زوم. المسند بتاعنا نقدر ان هو مكان تخزين ونقدر ان احنا نتحكم فيه كمان. تمام. في مسند يد برضه موجود ورا مراية الفولدنج. هي الخامات طبعا يعني بالنسبه للفئه دي جدا يعتبر حلوه جدا بالنسبه بس مفيش يعني سوفت تاتش. الجزء اللي هنا بالظبط هو الجزء اللي هنا قماش بالظبط، اللي هو اللي بيعتبر اللامس اكتر للايد او للراكب. الجزء اللي هنا هو البلاستيك. خلونا كده نشوف المساحات ورا عامله ازاي. قاعدة يعني مش وحشة خالص، وفي فتحات تكييف ورا هنا، المفروض ان هي موجودة في فئتين. طيب دي كانت تجربة سريعة كده للأوربن كروزر الجديدة. يعني أنا شايفها اختيار كويس للي بيدور على عربية اعتمادية مفيش منها قلق في أي حاجة سواء موتور أو فتيس. العفشة تيوند ان هي تبقى مريحة أكتر من ان هي تبقى رياضية، رغم ان العربية فيها جانت 17. أعتقد الجانت هيساعد برضو في البالانس بتاع العربية في الملفات. وهي في الصور يعني يمكن كانت تبان ان العجل صغير شويه، بس على الحقيقه الوضع مختلف. يعني العربيه على الحقيقه شكلها متناسق عادي مفيش مشكله. طبعا كانت هتبقى اظرف لو في جانت اكبر، بس اوفرول الديزاين انا شايفه كويس جدا يعني. وبكده اعزائي السويقه تكون انتهت رحلتنا مع تويوتا في العين السخنه. اشوفكم في رحله جديده قريب ان شاء الله. كان معكم اخوكم السويق احمد خالد، هل تصحبكم السلامه.